على الكرة تصل إلى نواف العابد. الزوري عرضية القائم البعيد إعداد وهدف يأتي ناصر الشمراني. هدف في الدقيقة 17. هدف للهلال. العرضيات من الناحية اليمنى واليسرى تثبت الاتصال لناصر الشمراني، وكرة أول أهداف الهلال في دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين يأتي من قبل هداف كبير ولاعب مميز ناصر الشمراني الذي كان هدافا للدوري عام 2008 و2009 و2011 و2012 كمان، سواء مناصفة أو سواء لحاله. هنا يأتي ويدشن أهدافه الأولى الرسمية مع الهلال بعد العرضية من عبد الله الزوري ورأسية الإعداد التي جاءت من عادل هرماش بالرغم من التواجد الدفاعي القوي. ولكن ناصر الشمراني يجد الكرة أمام المرمى تماما، هو من يجيد التمركز، يتمركز بشكل جميل ويسجل في مرمى العروبة الهدف الأول للهلال.